السلام عليكم خواتاتي، ان شاء الله تكونوا غايه وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. بارطاجيت معكم شا وصلني هاد الكولي تاع العسل الحر ومنتجات خليه النحل. بغيت نشكرهم بزاف، وصلوا لي هاد المنتوج كيما هو. اسمها صنابي والقرعه فيه تاع زاج، وصلتني كيما هي، ما فيها حتى ديفو. موالفه ندي عليهم على عجبني المنتج تاعهم، بغيت نشارك مع خواتاتي هكا اللي تبغي تستعمل حاجه طبيعيه. دائما نعطيكم افكار وافاده. تستعمل هذا المنتج، انا جربته صراحه عجبني بزاف بزاف، طبيعي وتستعمليه في المشتى، خاصه اللي عندهم لاغريب، عندهم مناعه قليله، يدوا منه مغرف كل يوم، يشربوها صباح مع مدافي ولا يديروها هكا مغرف على الريق. تنفع بزاف، خاصة في قلت لكم في الفصل تاع لاغريب ولا الانفلونزا هذه اللي تدور في المشتى، تتهني منها. كما شفتوا معايا، ها هو العسل تاعي تاع السدر اللي موالفه نديه. كاين انواع عندهم واشكال، اللي يبغي يكوموندي يدخل للصفحه تاعهم. اذا ما نسيتش راح نخليكم الرابط تاع صفحتهم في اول تعليق مثبت. وديت عليهم ايضا العكبر اللي هو مادة اللي تستعملها النحلة ولا النحل اون جينيرال يعني في المحاربة تاع الفيروسات والطفيليات في الخلية تاعها. هذا ينفع بزاف للمناعة تاع الإنسان. وبالنسبه للوصفه تاع اليوم، غادي ندير معكم طاكوس يكون خفيف، وجبه هكا ديريها في دقيقه ما تشدكش كامل في الوقت. غادي نقي معكم هاد البطاطا، نديرها نورمال فريت، نقيها مليح، غسلتها قبل ونقيها بهذه الطريقه، ونديرها فريت اي وحده على بالي بلي تعرفوا ديروها كامل. ندير لها الملح، ندير الزيت تاعي يحمى، وخليها طيب على خاطرها. هي الحاجه الاولى كي نبغي ندير طاكوس نبدا بها، هي الاولى. من بعدها نفوت للتتبيله تاع اللحم اللي ديجا وريتكم في الفيديو السابق كيفاش كي نشري المصروف، شن نرتب، شن ندير توابل، ندير الدجاج تاعي كيفاش نتبله، الخضر تاعي كيفاش تفتها. اللي ما شافتش الفيديو تروح تشوف باش تدي افكار. وكما قلت لكم الوصفه تاعنا سهله، في ساعه توجديها. والقناه تاعي ان شاء الله راني رديتها هذه الخطره باش نبارطاجي معاكم كل يومين نحط لكم فيديو. اذا ما كنتش يعني عندي حاجه هكا طارئه ولا حاجه شدتني عليكم، نخدم لكم كل يومين نحط لكم فيديو، حتى نولي نحط لكم ان شاء الله يوميا لي فيديو. قطعتها بهذه الطريقه، ندير لها الملح. كاين اللي الفريت تاعه يدير لها الملح حتى من طيب، انا نفضل ندير لها الملح مالغري ماهاش صحيه كي ديري لها الملح في الديبي. نحمي الزيت ونديرها تقلى عادي. نشكر كاع اللي علقوا لي في الفيديو السابق وطلبوا مني وصفات، نقولهم ان شاء الله كل خطره نديكم وصفه، كل خطره ندير لكم يعني طالب على حساب الطلب تاعكم. وهكا ان شاء الله ربي يقدرني ندير لكم تقريبا كل الوصفات اللي ساهلين ويساعدوكم في الكوزينه. هنا في الخطوه الزاوجه تاع اللي نديرها هكا باش قلت لكم سهل على روحي، ندير الكريمه تاع الجبن اللي غادي نديرها في الطاكوس تاعي. كاين اللي يدير لاصوص الجيريان، هذيك اللي تجيب يعني تجي لاكولا تاعها حمراء، يدير فيها الهريسه ولا يشروها واجده. انا غادي نديرها غير بهاد لاصوص بيضاء، درت فيها كاس كبير تاع الحليب، درت فيها مغرف تاع المايزينا. كاين اللي يقدر يستبدلها بالفارينه، انا ما نقدش بالكو تاع الفارينه، درت مايزينا هكا باش تجيني القوام تاع هذيك الكريمه شويه ثقيل. درت هذا الفرماج من نوع تاع الادام، هذا اللي يجي بالفرماج روج، درت زوج. وغادي ندير كونتيتي من هذا، غادي نخليها مرابيه، وكونتيتي نديرها في هذيك الكريمه بعد ما طيب لي درتها على النار، نقصت لها وخليتها طيب، ونبدا نحرك فيها خطره خطره. هنايا استعملت هذا الفرماج رابيته في هذيك العراب اللي جايه كبيره هكا باش كي ندير الطبقات تاع الطاكوس هذاك فرماج يبقى لي دايب ويقعد الشكل تاعه.
هذا الفرماجه جاتني كي الصابونه، ما بغاتش تتراپا، ولا كي كانت في الفريجيدان يبست. يجي بهذا الشكل تاع اللي يجينا في الكبيره، احسن من ديك اللي ديريها في الصغيره. كي ديريها في الصغيره ماش غادي تقعد الكو تاعها وما تقعدش تبان، صاي تذوب كاع. صح كي ديريها في الكبيره تبقى دايبه وتبقى الشكل تاعها باقي. هنايا طيبت هذيك الاخرى بعد ما شوفوا كيفاش تقالت. نزيد لها شويه من هذا الفرماج تاع الطيلاء اللي هاد لا مارك عجبتني، ما وليتش نستغنى عليها. جربت كاع الانواع، هذا عجبني. هنايا شتها شويه ثقيله، راح نزيد لها شويه تاع الحليب هكا باش ما تجينيش عاقده بزاف، ونخليها تبرد باش كي نستعملها في الورق هذاك تاع الطاكوس، هذاك خبز الطاكوس ما تعجليش هذيك الخبز. هنايا بعد ما طيبت هاد لي فريت نخلوهم بهاد لاكولير تجي دوغي، ما تحمروهمش بزاف. ودرتهم اكيد في حاجه اللي تكون تقطر، ولا ديروا بابي ابسوربون هكا باش ما تجيكش مزيته. تما هادو الخطوات كاع ساهلين. كيما قلت لكم تقدروا ديروا لاصوص اللي مشهوره، لاصوص الجيريان تتباع، ولا تقدري تخدمي فقط هذه وتزيدي لها الهريسه. انا الهريسه ما عنديش معاها بزاف، نستعمل فقط لاصوص تكون بيضه بالفرماج عاديه. وهنا جبت هذاك اللحم متبل واجد، درت له شويه تاع الزيت وخليته يتقلى على نار قليله حتى تحمر لي. زدت له شويه فقط تاع الكريم فريش ويولي لي بهذا القوام، ما تخلوش تروح له هذيك لا دوغور تاعه. ونجيب هذا الخبز تاع الطاكوس اللي مصنوع بالقمح. اي حاجه صحيه نبغي ندخلها في المنيو تاع الطبخ تاعي. هذه الكريمه بعد ما قلت لكم خففتها غير شويه لانه جاتني عقده بزاف، تجيب هذا القوام. وهذاك الفرماج رابيته بهذاك الشكل. وهذا هو الدجاج تاعنا، صدر تاع الدجاج بعد ما درت له التتبيله وقليته. هنا نجي باش ندير هذا الورق تاع التورتيلا تاع الطاكوس ونستف كل شيء. راه عندي واجد، عندي لي فريت، عندي هذاك الدجاج. نبدا فقط نستف ونطوي وندير في البانينيز. سينو اللي ما عندهاش بانينيز دير في الطاجين تاعها وتبقى اشاك فوا تدوره باش يجوها هذوك الخطوطه. دائما هنا في الخبز التورتيلا هذيك الجهه اللي تكون بيضه نديروها من برا، والجهه اللي تكون حمراء نديروها من الداخل هكا باش كي طيب لنا نيشان تجينا اللي الداخل تكون ديجا محمره، واللي تكون برا تكون بيضاء باش نزيدو نحمصوها في هذاك البانينيز ولا في الطاجين. انا هنا هاد الخبز التورتيلا لقيته شويه فيه من الزوج جهات شويه محمرينه، وكاين واحد الخبز تلقيه كما قلت لكم كاع من الجوانب من جهه ابيض ومن جهه طايب. هنا تقريبا راه كيف الشكل. نقص عليه ونخليه خطره ندوره باش يجيني هذوك لي كارو اللي يجوا في الخبز تاع الطاكوس. عاودت معاكم حبه زاجه، ندير الكريمه هي الاولى، ندير لي فريس، ندير اللحم، ونعاود نزيد الكريمه ونزيد فرماج رابي بهذه الطريقه ونطويها عادي. كل واحد كيفاش يديرها، كاين اللي يكبر الحبه كاين اللي يصغرها. انا هذا خبز تورتيلا لقيته شويه يتفتت، ماهش من النوعيه اللي كنت نستعملها من قبل، بصح يجي بنين بزاف في الكو تاعه. كما شفتوا نبدا هكا نقلب فيه باش يعطيني هذوك الخطوط، يجي بزاف بنين ويجي يعني كوجبه خفيفه تزيدي معاها فقط ديسير ولا هكا تحليه. حليتكم حبه هنايا بعد ما طيبته وحمرته من الجوانب. شوفوا كيفاش يجي هذاك الفرماج الداخل ويجي بزاف بنين. ان شاء الله تجربوا وصفه تاع اليوم وتعجبكم.